عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. أستاذ دكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا واستشاري التخدير والرعاية المركزة وعلاج الآلام. دكتور عصام، برضو من ضمن الأهداف برنامجنا وهي مكافحة النصب الطبي. احنا اتفقنا ان البرنامج له هدفين: الهدف الاول التثقيف الصحي ورفع الوعي الصحي والطبي والتثقيف الغذائي، وايضا مكافحة النصب الطبي. وللاسف في ظاهرة انتشرت مؤخرا مع البرامج الاعلانية المدفوعة الاجر سواء في قنوات بتبث من خارج مصر او حتى في بعض البرامج التي تبث من مصر، وهي برامج مدفوعة الاجر، برامج اعلانية. احيانا بيبيعوا الوهم للمواطن المريض. والله يعني دي نقطة أنا مكسوف أتكلم فيها. ليه؟ لأن دي نقطة خطيرة جدا. لما تيجي تقول نصب طبي ديت فظيعة جدا، خاصة المفروض النصب من طبيب. يعني صح. مثلا واحد بينصب عليا، بيبيع لي حاجة أنا أتقبلها، نصب تجاري ماشي، مفيش مشكلة. لكن نصب طبي لا. ليه؟ لأن أنت بتخبط في بني آدم في أضعف حالاته. صحيح. أضعف حالاته. صحيح. لكن لما أنا تيجي مثلا بتنصب، واحد بينصب عليا، أنا شاري تلفزيون وقال لي ثمنه 10,000 وهو ثمنه 8,000، أنا ممكن أتكلم معاه وممكن أجيب ده وممكن أجيب ده وممكن. ليه؟ لأن أنا في أحسن أحوالي. لكن وأنا مريض وجاي لك أنت كطبيب، اللي هتقوله هعمله، لأن غصب عني، ما أنا عايز أخف، انا تعبان، انا عيان، انا مش عارف اروح اشتغل، انا مراتي قاعده عماله تعيط بالليل عشان حالتي، انا بتعلق في قشايه، بتعلق. بالظبط، برافو عليك، انا بتعلق في قشايه. طب نعمل ايه في قصص؟ يعني مثلا ستك لما بتقول البرامج اللي موجوده في التلفزيون الطبيه دي، ده عيب جدا، عيب جدا. واحد يتصل بيا على بعد 1,000,000 كيلو ويقول لي انا بطني بتوجعني، اقول له خد كذا واعمل كذا. ده كلام يعني؟ هل ده منطق؟ واكتب اسم على الشاشه وعنواني ورقم تليفوني ورقم تليفون العياده يعني ده كلام برضو. هل يعني ده موجود في لندن يا فندم؟ لا، ما فيش الكلام ده. انا هقول لك يا راجل، حرام عليك، بس موجود في لندن ازاي؟ ده يدخل السجن تاني يوم الصبح على طول. تاني يوم الصبح. يعني ما فيش برامج طبيه في لندن في الاعلام البريطاني؟ يعني ايه برامج طبيه؟ برامج طبيه حاجه زي انت اللي ستك بتعملها دي، اللي هو التثقيف. واحد ممكن يقعد في التلفزيون ويتكلم يقول كلام، واحد يقعد ويشرح. يشرح، مش واحد مريض بيساله والنبي اعمل ايه. خد بالك، الطب تفصيل، مش يعني مثلا انت ما بتروحش لمحل وتقول له النبي انا عايز جاكيته مقاس 48. الطب ما فيهوش ده. الطب تفصيل، انت لازم تروح للدكتور علشان يفصل لك العلاج على مقاسك. صح، بعد ما يكشف عليك. صح، لازم يكشف عليك. يعني حتى يجي يقول لك ايه، واحد عنده القلب، يعني ايه عنده؟ هات 10 عندهم مرضى عندهم القلب، هتلاقي كل واحد مختلف عن التاني. صح. وكل واحد بياخد دواء ممكن يبقى مختلف عن التاني. صح. حتى لو كلهم بياخدوا نفس الدواء، ده هتلاقي يقول له الدكتور، يقول له انت تاخد قرص، ده يقول له لا خد قرصين. جرعات مختلفة. صح، جرعات. يعني ليه سبب؟ لان هي تفصيل، بيفصل لك المرض. لكن لما انا اقعد في التلفزيون واقول له النبي يا دكتور طرطوفة رجل الشمال بتوجعني، اعمل ايه؟ يقول له اعمل ايه الكلام ده؟ طيب مين اللي مسؤول عن الكلام ده؟ نقابة الأطباء. نقابة الأطباء احنا عندنا بره، هي اللي بتديني الرخصة، وهي اللي تاخدها مني. وهي لو شافتني بعمل حركة زي ديت، ان انا بضحك على مريض، يا خبر ابيض، يا خبر ابيض على الضرب اللي هاخده. والله العظيم يعني ما هلحق اجري. ليه؟ لانه ما هي ديت اصعب، اوحش حاجه عندهم. اوحش يعني ايه؟ يعني لو انا غلطت في علاج يقدروا يسمعوني، لكن لو انا ضحكت على واحد، دي ما فيهاش سمع، بيقفلوا ودانهم بقى على طول.
تمام. طب هو من ضمن تخصص سيادتك علاج الآلام، هنا بقى احيانا الاقي مثلا دكتور كاتب لافتة كده يقول لك ايه جراحة بدون ألم. في حاجة في الدنيا اسمها جراحة بدون ألم؟ اولا الجراحه مؤلمه، اي جراحه. واحد اتعور، ده لما واحد بيبقى قاعد وحد شال من وراه كرسي، لما يقع على الارض هيقول لك لمده 3 ايام. اي حاجه في الدنيا فيها آلام، والجراحه فيها آلام. ليه؟ لان فيها مشرط، فيها سكينه، ففي ألم. طيب احنا بقى قسم التخدير ده كله اللي هو تلاقيه ربع المستشفى، اطباء التخدير اللي هم بالالاف المؤلفه دول كلهم بيعملوا ايه؟ الموضوع ده مهم قوي، ما تخلينا نستكمله الحلقه اللي جايه لان وقتنا النهارده خلص. مستمعينا الاعزاء، موضوع مهم جدا في مكافحه النصب الطبي، لان زي ما الدكتور عصام قال ان المريض لما بيروح للطبيب بيروح له وهو في اضعف حالاته، والمريض بيكون متعلق في الشايع حتى يشفى من مرضه. فموضوع مهم جدا ازاي المريض ما لا يقع في ريسه لمدعي الطب. في الحلقة القادمة إن شاء الله مع أستاذ دكتور عصام عبد الصمد، استشاري التخدير والرعاية المركزة وعلاج الآلام بجامعة لندن ورئيس اتحاد المصريين في أوروبا. غدا يتجدد اللقاء وحكيم الشرق مع أحمد إبراهيم.